السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة مع أم علياء. الفيديو ده ليكي لو عايزة تعيشي في سلام نفسي. الفيديو ده ليكي لو عايزة تعيشي نفسيتك مرتاحة ومن جوه هادية وعندك استقرار نفسي. عايزة أقولك أول حاجة كده طبعا قبل ما أدخل في الفيديو، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أول مرة تزوري قناة سفيرة السعادة، أهلا بيكي، واعملي شير للفيديو من فضلك. عايزة أقولك إن أكبر جهاد للنفس في الوقت اللي احنا فيه، في زماننا اللي احنا فيه الحاضر ده، مع كل المشتتات وكل الحاجات اللي بتحصل حوالينا وكل العدوات وكل الماديات اللي استحوذت على نفوذ البشر، كل واحد بقى تفكيره مادي. فأكبر جهاد للنفس في الوقت اللي احنا فيه ده علشان تحافظي على سلامة الصدر، إن قلبك يبقى فعلا نقي وصالح بعد كل الخذلان اللي ممكن تتعرضي ليه وكل الغدر وكل الصدمات في زماننا ده. هيبقى جهاد نفس قوي جدا. طب ليه انا لازم اجاهد نفسي ان انا صدري يبقى دايما نظيف؟ لان ده هيخليكي تعبدي ربنا وانت مرتاحة، تنامي وانت مرتاحة، تتصرفي وانت مرتاحة، الغيبة والنميمة هتقل، الشكاوي هتقل، التذمر هيقل، النفور والنار اللي تبقى جواكي قايدة دايما متأججة، مش عارفة تعبدي ربنا وتقربي منه، مش عارفة تتعاملي كويس مع ولادك ولا مع زوجك ولا حتى مرتاحة نفسيا مع نفسك ودايما عصبية. هيبقى بسبب الصدمات النفسية والخزي اللي تعرضتي ليه ومش عارفة تنقي صدرك من اللي انت فيه ده. عايزة أقولك إن من عقوبة الله في هذا الزمن اللي احنا فيه بالذات، أكتر حاجة بعض الناس بتتعرض ليها إن الواحد يتشغل بالخصومات، يتشغل بالمشاحنات، يتشغل بالخلافات بينه وبين الناس. تسامحي مع الناس، خلي عندك دايما سلامة الصدر، لأن سلامة الصدر نعيم ونعمة كبيرة جدا جدا. لا يعني لا ينالها إلا فعلا من قد رضي الله عنه، واللي جاهد نفسه فعلا ان هو ينقي قلبه دايما. اللهم ارزقنا حسن الخلق وسلامة الصدر، لان سلامة الصدر مرتبطة بحسن الخلق. يعني طول ما انت بتسامحي وبتتسامحي وبتعفو وبتغفري وبتعرفي تسامحي فعلا من جواكي، هيبقى عندك سلامة صدر. طب هو يعني يا ام علاء، سلامة الصدر دي مهمة ليه؟ سلامة الصدر حبايبي او راحة القلب او الرضا النفسي، ده بيترتب عليه ان انت بيبقى عندك دايما راحة بال وسكينة في النفس. وسلامة الصدر دي زي ما انا بقول لكم هي تبقى توفيق من الله عز وجل. طب اعملها ازاي يا ام علياء؟ عايزة اوصل لها. لا تتركي في قلبك اي شيء من ناحية حد، تغافلي، سامحي، تجاهلي، احسني الظن بالاخرين. هقولها لك تاني، لو فعلا عايزة يبقى عندك سلامة صدر، تغافلي، سامحي، تجاهلي، احسني الظن بالاخرين. ما تتشغليش بالناس قوي، ما تتشغليش باللي عملوه فيك، اتشغلي بنفسك وازاي تطوري من نفسك. عارفة اللي هو ربنا ما يشغلك بحد، لان لما تتشغلي بحد هتفضلي عينك عليه ورايح فين وجاي منين وقال عليا كذا وقالت عليا كذا، طب ما عملتش كذا. فطول ما انتي مشغولة بالناس ولا هتتطوري دينيا ولا دنيويا. اتشغلي بنفسك وبس، تغافلي، سامحي، تجاهلي، احسني الظن بالاخرين. من عقوبات المعصية ان انت تفضلي مشغولة بالناس وشايلة هم ده عمل فيكي وحساسة قوي زيادة عن اللزوم. ده بيورث عندك طول اليوم هم وغم واحساس بالضجر، ومش قادرة اصلا تركزي في حياتك من كتر ما انت قاعدة طول اليوم زعلانة من اللي اتعمل فيكي ويوي. انا هنا ما بقولش ان انا احساس بالظلم يعني يا ام علاء، يعني حد يقعد يظلم فيا وما احسش، يعني نحس بس شوية، يعني ايوه اللي هو الطبيعي. يعني حتى شوية فترة 3 ايام يا ستي مثلا، لو مشكلة كبيرة قوي تفضلي زعلانة خدي حقك في الحزن، ولكن مش تتمادي. مش تقعدي بقى طب ازاي هنتقم، ازاي هاخد حقي، ازاي، وتقعدي بقى تحكي لده ولده ولده، والموضوع ينشأ عنه غيبة ونميمة وظلم وبهتان عشان تسقري لنفسك واللي اتعمل فيكي. عشان كده تجاهلي وخلي قلبك نقي، ودايما اسألي ربنا سلامة الصدر وسلامة القلب من جوه، وتغافلي وأحسني الظن بالآخرين وتجاهلي. ولو عملتي بقى حبيبتي كل الحاجات اللي قلتلك عليها والخطوات دي، إن شاء الله بإذن الله
هيبقى جواكي كده هدوء نفسي واستقرار، تقدري تاخدي بالك من بيتك وأولادك واهتماماتك وحياتك وتطوري من نفسك ومن ذاتك، وما تقعديش تبصي بقى في العالم الخارجي وده عمل وده عمل وتفضلي منشغلة بالأمور دي وحياتك واقفة. عايزة بقى أقولك على دعائين مهمين جدا جدا في النقطة دي اللي هي سلامة القلب والصدر. دايما هتدعي اللهم اسلل سخيمة صدري أو اللهم اسلل سخيمة قلبي. هكتب لك الدعاء على الشاشة. وكمان في دعاء ورد في القرآن تقولي دايما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بقلل العداوات بينك وبين الناس والمشاحنات والخصومات، الحاجات اللي دايما بتنكد عليكي وتخلي حياتك واقفة. ودي كده أول حاجة من الحاجات اللي انت لو عملتيها هتفضل حياتك محلك سر، مفيش تطوير في حياتك، مش واخدة بالك من بيتك ولا ولادك ولا أي مسؤولية جوه حياتك، بسبب انك منشغلة بالجحيم والنار الداخلي اللي انت عايشة فيه بسبب الحاجات اللي بتتعرضي لها من العالم الخارجي. يلا بينا على الحاجة التانية اللي لو هي حصلت لك دايما هيبقى بيتك متأخر وحياتك متأخرة، وبرضو دايما مش مرتاحة في حياتك ولا مستقرة ولا دينيا ولا دنيويا للأسف. الحاجة التانية حبايبي الاكتئاب. الاكتئاب كلنا بنتعرض ليه بنسبة معينة وبدرجة معينة. بيبقى الأسباب مختلفة زي ما بقول لكم، إما تبقى بسبب أسباب مادية، بسبب طلاق، بسبب حد مات ليكي عزيز عليكي، بسبب أي مشاكل اجتماعية عندك، وممكن يبقى بسبب فعلا حسد، يعني النفسية بتتأثر بسبب الحسد، من كتر الحسد اللي بتتعرضي ليه بيجيلك اكتئاب، وبسبب السحر كمان. طيب الاكتئاب ده انا ممكن ان انا يبقى اعالجه. اي لازم تعالجيه، ولازم يبقى ليكي دور انك تكسري دايرة الاكتئاب وتطلعي منها، لانها بتعمل فقد شغف وفقد اهتمام بنفسك وبولادك وبتربيتهم وبالاهتمام بحياتك، وان انت ممكن تتغيري وتتطوري دينيا ودنيويا وتربويا، وتحسي ان انت حتى تسمعي فيديو عايزة تقومي تطبقي اللي فيه مش قادرة، ملكيش نفس، عايزة تحافظي على الصلاة بتكسلي عنها، تقيلة عليكي. وحتى لو انت ملتزمة أو بالصلاة بتصلي وجواكي في حزن وفي هم وفي غم، بيضعفك عن العبادة، وده كله بيكون ناتج عن الاكتئاب. وبيكون كل واحد جوانا الاكتئاب بدرجة معينة. طب أنا أعمل إيه يا أم علياء؟ عارفين يا حبايبي إن الاكتئاب ده بيكون بسبب نقص هرمون السعادة في الدماغ أو السيروتونين نزل عندك. طيب إزاي أعلي هرمون السعادة؟ عن طريق ان انا دايما بفتكر النعم اللي ربنا انعم عليا بيها فاحس بسعادة، فيتقلب الامتنان او الاحساس بشعور بالنعمة الى سعادة، فابدا اعلي هرمون السيروتونين حبة حبة. طب يا ام علياء انا صراحة شايفة حياتي ما فيهاش حاجة حلوة، ما هو ده من اعراض الاكتئاب، اللي هي الافكار السوداوية والتشاؤمية، ان انت اصلا انا في حياتي ده كلها هم وغم، حياتي ما فيهاش حاجة اصلا عدلة اكتبها. هو انت صليتي النهارده؟ مش دي نعمة؟ اكتبيها. هو انت النهارده مش دخلتي عزكم الله الحمام بنفسك، والحمد لله لو قدرتي تسرحي شعرك بنفسك وغيرتي هدومك، هو دي مش نعمة؟ هو انت مش غسلتي هدومك على غسالة اوتوماتيك لو عندك ونشرتي الهدوم، مش دي نعمة؟ هو انت ولادك مش راحوا المدرسة ومشيتيهم وجوا، مش دي نعمة؟ نعم كتيرة والله لو افتكرتي. طب ازاي ان انا استحضر انها نعمة؟ تخيلي عكسها. يعني تخيلي الحاجة اللي انت عملتها اللي انت شايفاها عادية وصارت عادية من كتر ما انت شايفاها خلاص بتحصل كل يوم، انها مش موجودة، فوقتها تستحضري انها نعمة وتكتبيها من ضمن النعم اللي عندك. فكل ما تشعري كل يوم انك بتنجزي وفي حاجات يا ده الحاجات دي انا شايفاها عادية هي دي نعمة فعلا، فافضل اكتبها فاكون ممتنة، فالامتنان ده يتحول الى سعادة. فكل يوم تكتبي الحاجات اللي فرحتك وتكتبيها، فهتحسي بإنجاز. عايزة أطلب منك طلب كمان، لو تقدري تمشي كل يوم ربع ساعة أو نص ساعة على قد ما تقدري، ده هيحسن مزاجك بنسبة كبيرة جدا. وكمان كلي شوكولاتة سودا، ده برضو هيحسن مزاجه ويفضل كل شوية بشوية هرمون السعادة يعلى عندك، فتبدأي تقومي تنجزي فتحسي بسعادة أكتر والاكتئاب يقل عندك. طب ممكن تختصري عليا ام علاء الطرق بتاعتك دي؟ انا مش ناقصه، ده انا مقريفه قوي على الاخر، وبصراحه انا الاكتئاب جايب اخره، حتى مكسله افتح الدرج الكومودين واطلع حاجه واكتب. انا بصي انا ضايعه، ده انا بصي ده انا مكسله اكتب لك تعليق اصلا من كتر الاكتئاب اللي عندي. طيب ايه رايك تفتحي المصحف؟ وهتتخنقي في الاول لان الناس اللي عندهم اكتئاب بيبقى صعب شويه عليهم، ولكن تعالي على نفسك، هتقعدي تتوبي وهتقعدي تدمعي وهيقعد نفسك يروح، بس استمري واستمري واستمري،
القرآن فيه شفاء لما في الصدور. ربنا يذهب همك وغمك وحزنك والاكتئاب ده عن طريق القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا. يعني ده دعاء أصلا ورد في السنة، يعني اللي هو اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يا ام عليه، هو انت الكلام ده منين؟ ده حديث دعاء كده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بتستسلمي لله عز وجل، بتعترفي بذنوبك، بتعترفي انك كلك على بعضك كده لله عز وجل. يعني بعد كده بتطلبي من ربنا ان ربنا يجعل القرآن ده ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك. فالقرآن برضو هيأثر عليكي كتير مع الحاجات برضو الدنيوية والأسباب دي، خدي بيها برضو. قد ما تقدري حافظي على صلاة الفجر والورد القرآني زي ما قلتلك. هقولك برضو على حاجة كده تانية كده من أخت، وانتي ساجدة في كل سجدة من الصلاة قولي اللهم إني أسألك العفو والعافية. لأن مرض الاكتئاب ده مرض حبيبتي محتاج نسأل الله منه العافية. اسأل الله العافية بعد كل فرض وبين الأذان والإقامة ووقت السحر وانتي ساجدة في كل سجدة في الصلاة. ولو بتصلي صلاة الوتر وانت بتقنطي في القنوت اسأل الله دايما، يعني دايما تسأل الله العفو والعافية. حاجات مش كتيرة وفي حاجات أكتر من كده لو عملتيها الاكتئاب في مينت كده 3 أيام هتلاقي نفسك بتتحسني. ومع ذلك بس خدي بالأسباب دي والله يا أختي هتتغيري ونفسيتك هترجع أفضل من الأول. تبدأي تنتبهي لمذاكرة ولادك ولحياتك وتسعدي بأيامك وتسعدي بأوقاتك وتسعدي بحياتك. هتشوفي حياتك مختلفة، هتشوفي حياتك بشكل تاني وبطريقة تانية. حياتك اللي مش كانت عاجباكي دي هتبدأي تحبيها، تقبلي على الله عز وجل، على الصلاة، على النوافل، على العبادة، على قراءة القرآن، على صلاح. هتتكلمي مع ولادك من غير عصبية ان شاء الله. باذن الله حياتك تتغير بعد ما تلتزمي انك تتخلي عن العادتين دول، اللي هو قلبك من جوه بيشحن وبيغل من الناس ودايما شايله في قلبك، والحاجه التانية الاكتئاب. الحاجتين دول بيوقفوا الحياه. لغاية هنا حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة مع أم علياء، أتمنى أن انت تكوني استفدتي معايا من فيديو النهاردة وتبدأي تتخلصي من العادتين دول وبتجاهدي نفسك وبتصبري على التغيير. لأن التغيير حبيباتي بيحتاج دايما صبر وبيحتاج تدريج وبيحتاج تدرج. ودي حاجة مهمة جدا لما تسمعي أي حد بينصحك بحاجة أو تسمعي أي فيديو أو أي محاضرة. انت مش مجرد ان انت هتسمعيها وتقرري ان انت تلتزمي بيها هيبقى الموضوع سهل. أي حد بيقرر يلتزم لازم يتعب ويصبر ويستمر. تعب مع صبر مع استمرار هتتغيري وتبقى حياتك أفضل إن شاء الله. ما تنسيش تدعميني بلايك. جزاكم الله خيرا. لأول مرة تزوري قناة سفيرة السعادة مع أم علياء يسعدني إن انت تنضمي للقناة إن شاء الله بإذن الله. ده هيكون إفادة ليكي وهيكون سعادة لينا. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.